بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت يا جماعة قبل ما أدخل في موضوع الحلقة حضراتكم تدعموني بالمشاركة على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي. طبعا النهاردة أكلم حضراتكم على أهم حلقة في تاريخ اليوتيوب من يوم ما طلع، لأن النهاردة يعني الحلقة بقالي كام يوم متردد إن أنا أعملها، بس لقيت الموضوع يعني بقى أوفر وأوفر زيادة عن اللازم. النهاردة أكلم حضراتكم على الحارس مصطفى شوبير. طبعا كل الاعلام وكل السوشيال ميديا وكل البرامج وكل يعني مقدمين البرامج والاعلاميين واللاعيبه المطبلاتيه اللي بطلت كره كلهم قاعدين بيتكلموا على مصطفى ان هو جون كيبر ما حصلش الاخر. طبعا النهارده في حاجه يا جماعه عايز بس اوصلها لحضراتكم. النهارده لما تجيب بالونه جلدها تخين، فالشيطان هيقوك ان انت تقعد تنفخ فيها لحد ما تقوم مطرقعها وتبقى سراب. ده النهارده نفس حال مصطفى شوبير، خامة كويسة بس الإعلام هيبطلوا كورة بدري بدري. افتكر بقى الكلام ده ويا ريت تاخده سكرين شوت علشان تعرف ايه اللي انجكشن بيقدمه ليك وانت قاعد، وايه اللي هيفرق وايه اللي مش هيفرق وايه اللي بيفهم وايه اللي مش هيفهم الى اخره. لان طبعا في حاجات الناس بتتغاضى عنها، الا وهي حته ان انت ليك نظره مبعديه، الا وهي ان مصطفى شوبير هيبطل كوره بدري بدري. وافتكروا كلامي. طبعا مصطفى شوبير ما جابش بطوله للنادي الاهلي. مصطفى شوبير ما وقفش طول السيزون وقدم مردود جيد مثلا خلال بطوله الدوري وكاس بطوله افريقيا قدام المنتخب مصر، وقدم مباراه كبيره مع المنتخب ومع منتخبات يعني مصنفه من تصنيف الفي اي بي الاول. مصطفى ما عملش الكلام ده كله، انما للاسف لقى مطبلاتيه كتير حوالين منه اللي كل الناس بتتكلم مصطفى 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 عايزينها تولع وتتطفى، فالموضوع بقى اوفر يعني. انت النهارده وانت قاعد كل ما تيجي يعني تمسك التليفون او تيجي مثلا تتفرج على برنامج مصطفى شوبير مصطفى شوبير مصطفى شوبير مصطفى شوبير مصطفى. اوكي مفيش مشكله. طبعا احنا مش هنحسد مصطفى يعني على حاجه. مصطفى ربنا يزيده من نعم الله، طبعا ابوه راجل اصولي وراجل ما بيحبش حد. يعني شوبير الكبير ده اصلا ما بيحبش حد ولا فارق معاه اي حاجه اصلا، يعني شوبير ده خالص نهائي. خصوصا ان انا بعتبره من اسوأ الحراس اللي جت في تاريخ مصر، وده يعني مع احترامي يعني للشخص يعني ايه اللي خلقه ربنا وخلقه بصوره يعني كويسه. انما الحاجات اللي انا شفتها كجوده وكحارس مرمى، انا شوبير ده بعتبره من اقل الحراس اللي جت في تاريخ مصر. احمد شوبير الحارس اللي هو ابو مصطفى، انما مصطفى ده خامه كويسه، انما هو لا ساهم في ماتشات ولا عمل ولا جاب بطوله للنادي الاهلي ولا جاب بطوله لمنتخب مصر، ولسه سجله خالي. كل البطولات اللي جات وهو موجود كان احتياطي. الفكره كلها يا جماعه بس مباراه الوداد السنه اللي فاتت في بطوله افريقيا، وده اتفرضت عليه لان الشناوي كان عنده مشكله. انما الفكره كلها المطبلاتيه والمغنواتيه وبتاع السجاط وبتاع الليل واخره، اه هم دول اللي هيبطلوا مصطفى كوره بدري بدري. وده مشكله ومشكله احنا بنواجهها وبنشوفها، وانا ما ينفعش ان انا اتغاضى عن الكلام ده، لان انا نفسيتي بقت على الزيرو. لان مش كل حاجه كويسه احنا هنطفيها بالكلام الكتير عليها الى اخره. يعني النهارده مصطفى خامه كويسه ماشي، ما قلناش حاجه. مصطفى يعني هيبقى حارس كويس ماشي. التطبيل بقى والتهييس وكل واحد هيسال سؤال هيطلع يتكلم بقى على مصطفى ده حارس مصر والكلام ده كله. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. الحاجه بقى اللي انا عايز انوه ليها ودي اهم حاجه في الحلقه النهارده، اول ما مصطفى شوبير اول ما مصطفى شوبير يكون ليه يد في اخفاق، او ان النادي الاهلي ما يكونش يحصل على بطوله او يكون السبب في هزيمه النادي الاهلي في نهائي، الدنيا هتقوم ما تقعدش. يعني ان شاء الله باذن الله افتكروا الكلام اللي انا بقوله. مصطفى شوبير لما يكون السبب الرئيسي في ان النادي الاهلي ما يحصلش على بطوله خصوصا في النهائي، شوفوا الدنيا هتحصل فيها ايه. والدنيا هتقوم ما تقعدش وهو السبب وحارس صغير ومش قد المسؤوليه الكلام ده كله تمام. يعني ده اهم جزئيه في الحلقه، ان النهارده ان مصطفى لما يجي ما ياخدش بطوله مع النادي الاهلي هتبقى في مشكله، ومشكله كبيره 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 كبيره. والدنيا كلها هتقوم ما تقعدش وهتبقى نار حمراء جهنم وبئس المصير.
لان ما فيش اي حد اصلا وقت ساعتها كل الناس هتطلع تتكلم، وكل الناس هتطلع تتكلم وهتنتقد وهتتكلم بصوره سلبيه على مصطفى شوبير. اول ما مصطفى شوبير يجي في جون في نهائي وهو ما يكونش السبب، وده وارد في الكوره، يعني ورد مثلا مدافع يغلط، انت مش متمركز صح، يدخل في الكوره كوره تخبط وتدخل وانت برضو كنت تمركزك سيء، وده بيحصل والجميع حراس العالم. بس الفكره كلها ان انت ك ك ك كابن واحد اعلامي موجود لازم يبقى ده الشكل، ولازم يبقى ده الاسلوب، ولازم يبقى ده التطبيل و الى اخره. اتمنى ان الناس تتفرج على الفيديو للاخر، لان الجزئيه دي اهم جزئيه في الفيديو النهارده. اول ما مصطفى الشوبير يكون السبب في خساره النادي الاهلي بطوله، الدنيا هتقوم، مش هتقعد عليك يا مصطفى شوبير. وافتكروا الكلام اللي انا بقول له، مصطفى خامه كويسه، يعني ربنا يكرمه ويبقى يعني يعمل يعمل طفره في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. احنا ما نكرهش الكلام ده، بس اهم جزئيه في الحلقه ان مصطفى لما يجي في نهائي بطوله يدخل في جون او اتنين، او ان النادي الاهلي يخسر بطوله بسبب مصطفى شوبير، صدقوني اقسم بالله لا الميديا ولا الاعلاميين كلهم اللي في مصر هيوقفوا الضغط اللي هيجي والتعليقات السلبيه، وافتكروا الكلام اللي انا بقوله، وافتكروا الفيديو ده كويس قوي 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 قوي. اتمنى ان موضوع الحلقه يكون نال اعجاب حضراتكم، وما تنسوش تدعموني بمشاركه على قناتي على اليوتيوب انجكشن العالمي، وما تنسوش برضو كلمه السر انجكشن مستمر. وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.